يلي ما بتحبيش القرع العسلي، انا جبتلك افكار جديدة وحاجات مركبة على بعضها بتخلي طعمه حلو وتخلي اطفالك والكبار والصغيرين يحبوه. خلينا متفقين كلنا بنحب الكنافة، بنحب البسكويت الشاي، فهنخترع ان شاء الله مكونات سهلة موجودة عندك في البيت، ممكن تعمليها بسرعة حتى لو طبق واحد لابنك او بنتك او حتى ضيوف جايين لك، جميل جدا وهتستمتعوا بيه قوي. كل اللي هيفكر هيقول لا ده مش قرع عسلي، ده مانجو من حلاوته. بسرعة كده هقولك انا عملت ايه. دي بعض المقتطفات كده من الحاجات اللي انا عملتها. هقولك برضو انا كتبت الاسم ازاي. طبعا بصراحة كنت متوقعة يبقى شكله احسن كمان من كده. جبت القرع العسلي وهتقطعيه، وبعد كده هتسلقيه في سكر وبس كده. لو عايزاه متماسك زي ما انا كنت عامله المربى في الفيديو اللي قبل كده، هتحطي جيلي بالمانجو عشان يبقى طعمه حلو قوي، طعمه اكنه مانجا. او ممكن كمان لو مش عندك جيلي بالمانجو مفيش اي مشكله، ممكن تحط السكر والفانيليا وخلاص على كده. في حاجات كتير ممكن تعمليها بيه. هنجيب بقى الكنافة وهنسخن الطاسة وهنحط السمنة. حطي سمنة معقولة عشان تتحمر معاكي بسرعة. المعلقتين السكر اللي انا حطيتهم ده هيسرعوا التحمير بسرعة، بس خلي بالك لو كترت السكر هتمسك في بعضها وهتبقى جامدة قوي. هي هتتحمر بسرعة وهتستوى بسرعة، بس هتعمل لك تماسك في الكنافة جامد. اول ما تبرد بصي هتلاقيها كلها قطعة واحدة. تمام. هتقلبي بالراحة كده على نار متوسطة يا جماعة، بلاش نار عالية، مش هتبقى باللون الأصفر الجميل ده، لا هتبقى سودة لو عليت النار. فخليها تستوى براحتها على نار هادية. معلش هتاخد منك شوية وقت بس هتطلع النتيجة حلوة والطعم أحلى. على نار هادية وقلبي قلبي قلبي لما توصلي للون الجميل الذهبي ده. خلاص سوينا كده القرع العسلي. تعملي مهلبية بقى، تعملي مفروم، تعملي قطع، ده بايدك انت وبراحتك انت. اللي مش عارفة تراجع الفيديو اللي قبل كده بتاع القرع العسلي اللي كنت عاملاه مربى وعاملاه مهلبية والحاجات دي كلها. تمام. هنجيب بقى القرع العسلي المفروم بالسكر وهنحطه على الكنافة المحمرة بالمنظر ده. ممكن تكتفي بهذا، ما عدتش تحطي حاجة ممكن. وممكن بقى ان احنا نزود تاني قرع عسلي ونحط اي حاجة عندك من بتاعة التورت تزوقي بيها. دي القطع بقى، انا عملت المفروم وهعمل القطع اهوت اللي كنت عامله قبل كده مربى. وهنحط الكنافة. تابع معايا بذكر الله علشان مش الكنافة بس، انا لسه حاجات كتير هحطها عليها واشكال تحفة واشكال جميلة قوي والطعم خطير. ده فول سوداني يا جماعة حطيته على الوش كده. هنجيب بقى البسكويت. انا هعمل البسكويت قطع كده وهعمل برضو بسكويت مفروم. تابعيني بذكر الله عشان اقولك انا عملت ايه. هحط القرع العسلي كده المفروم بالمنظر ده، وهحط البسكويت عليه طبقات، طبقة بسكويت، طبقة تانية قرع عسلي بالمنظر ده. على الوش بقى ممكن تحط اي حاجة، انا حطيت شوية كنافة خلاص كفاية. عندك جوز هند حطي، عندك فول سوداني حطي، اي حاجة على الوش بتدي منظر جميل قوي بتكسر اللون. انا فرمت كده فرم خفيف البسكويت وهحط عليه القرع العسلي بالمنظر ده. وهتعملي بقى الاشكال اللي انت عاوزاها. هعمل برضو طبق تاني برضو بسكويت مفروم. العلب دي يا جماعة بتشتري من عند مستلزمات الحلويات، العلب دي بتشترى. ممكن تعملي في اطباق فخار عادي خالص، مطابق جميل جدا. المتاح عندك اعمليه. انا دلوقتي عملت طبق بسكويت، طبقة قرع عسلي، طبقة كنافة، طبق البسكوت. ده بقى يعني شامل كل الحاجات اللي احنا عملناها.
كل الأطعمة كلها مع بعضها، وحطيت جوز الهند، وحطيت فول سوداني مبشور او دقاق او مفروم، فرمة خفيفة مش فرمة جامدة قوي. حط الطبقات بقى براحتك، واللي يحبه حد حطه له. حطينا قرع العسل قطع والكنافة بالمنظر ده. استنوا التعبي في الطبق اللي كنت عايزاه، رسمته وكلامه في دماغي غير طبعا الفعل خالص، غير ما كنت متوقعه. انا كنت متوقعه يكون احسن من كده كمان. تابعوني عشان تشوفوا انا عملت ايه برضو في الطبق الاخير اللي كتبت عليه. هنا حطيت كمان شوكولاته سيحتها في الميكروويف، وحطيت عليها حته سمنه صغيره، وحطيتها على الوش كده، وكسرتها برضو بالشوكولاته اللي لونها احمر دي. ده عملت وش انسان كده مبتسم. حطيت البسكويت برضو والقرع العسلي اللي بالسكر، وحطيت كمان الكنافة اللي بالسكر. مسكرة قوي يا جماعة، الطبق ده مسكر قوي قوي بس حلو. وبرضو كسرت برضو البسكويت وحطيت القرع العسلي وسويته. لو عندك شوكولاتة شيبس ماشي هنستخدمها، مش عندك الا شوكولاتة شيبس اللي هي الالوان دي، مش عارفة اسمها بالظبط ايه يا جماعة، لولي ده الاحمر ده. وهنعمل بقى اي رسمة، انا عملت رسمة الوش دي بالمنظر ده. إيه انت بقى عندك اي حاجة نستخدمها، واكتبوا لي بقى في الكومنتات هي اسمها ايه. الحبوب اللي لونها احمر دي انا مش عارفة هي اسمها ايه. مستنية بقى كتاباتكم كلها. عملت طبعا الطبق الاخير ده اللي هكتب فيه عليه كلمات. طبعا عملت بعصاية الشيش طاووق الصغيرة دي، كتبت الكتابة، وبعد كده قلت هحط عليها الحبوب وهتطلع الاسم وهيبقى شكله حلو. طبعا ما ظبطش معايا، قعدت اظبطه زي ما حضراتكم شايفين كده علشان نفسي اكتب كتابة. كل سنة وانت طيبة. طبعا الطبق صغنن جدا ومعرفتش اكتبها بالكتابة كلها، فقعدت احاول. قوليلي بقى محاولاتي فاشلة ولا محاولاتي اهي كويسة، اكتبولي. تمام. عايزة كلمة كده منكم وتشجيع منكم كده، وكل واحد يكتب رأيه وانا متقبلة. انا حاولت، المهم ان انا حاولت ان انا اكتب كلمة حلوة لبنتي او طبق حلو اشجعها كده وابسطها. طبعا انا بكتب الكل اهو. سنة وانت طيب، بس وانت دي طبعا ما كانش في مكان ما كتبتهاش اروى، فحاولت ان انا اظبطها كده. حسيت برضو ان هي ناقصة حاجة، يعني مهاش ظاهرة قوي. فسيحت شوكولاتة في الميكروويف او على حمام مائي زي ما انت عايزة. ممكن تكتبها بالشوكولاتة وبس وخلاص، ما تعمليش الحبوب دي، اخدت وقت وما اتظبطتش حلو زي ما كان في دماغي. بأمانة كان في دماغي حاجة تانية خالص، بس قدر الله ما شاء فعل. المهم اتاكلت وطعمها حلو، خلاص تمام. شوفوا بقى الحاجات ما شاء الله، الحاجات اللي انا عملتها شكلها حلو، شكلها يفتح النفس. ده عشان ولادك اللي ما بتحبش القرع العسلي، اعمليها بالطريقة دي هتبقى جميلة جدا وطعم جميل قوي، والشكل هيفتح برضو النفس ان هما ياكلوا بالمنظر ده. منظرها خطير، منظرها حلو. حطيت طبعا برضو في الشكل عين الجمل كده وعشان تدي منظر، وبصراحة كان طعمها برضو حلو. فشكرا لكم لمتابعة الفيديو من أول لآخره، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله. استنوني فيديوهات قادمة برضو عن القرع العسل، لسه ما خلصناش السلسلة. ما هتبقاش 13 فيديو أو 15 فيديو، هيبقى أكتر إن شاء الله عن القرع العسلي. عدوا انتوا بقى. وشكرا لكم لمتابعة الفيديو من أول لآخره، وجزاكم الله كل خير، وكل سنة وانتم طيبين. وألف مبروك للبنات الثانوية العامة كلهم اللي نجحوا. ربنا يوفقكم وتروحوا الكليات اللي انتوا عاوزينها، ودمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.